السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف النهارده مع بعض، فيديو جميل جدا ورائع ان شاء الله هيعجبكم. وبداية الفيديو احب اشكر كل اخواتي الجزائريين على حبهم ودعمهم لينا وعلى تشجيعهم وعلى تعليقاتهم الجميلة. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. أن تتحول القضايا الإنسانية إلى مادة للسجال السياسي هو أمر معتاد، إلا أن ذلك ينطبق غالبا على الملفات الكبرى كملف اللاجئين مثلا، وبدرجة أقل بكثير على الحالات الفردية. لكن ليس في هذه القصة التي شغلت الجزائريين والمغاربة. هذا ما حدث بالضبط مع حاجة مغربية هبطت اضطراريا في الجزائر في مطلع الفيديو، توجه رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمساعدتها في العودة لديارها. أنا يمك الثانية، أنا كنطلبك يا سعادة الرئيس ديني من هنا للبلاد ديالي، الله يرحم والدك. أنا بعوض يمك الثانية. وجبت لك الفاكهه مليحه هذيك هذيك باش تريكيبي. رحمة الغزواني كانت على متن طائرة سعودية متجهة إلى المغرب، وقد تعرضت لأزمة صحية دفعت الطائرة للهبوط قبيل وصولها إلى المغرب حفاظا على حياتها. الإعلام الجزائري سلط الضوء على قصة رحمة وأيضا على الرعاية الصحية والطاقم الطبي في المشفى الجزائري، حيث تلقت العلاج إلى أن استقر وضعها الصحي. في هذا الفيديو لا يحضر صحفي جزائري الورد ويطمئن على صحتها فحسب، بل يطلب منها إمضاء المزيد من الوقت في الجزائر. إزاء هذا التعاطف قال هادي وهو ابن الحاجة رحمة، يقول: جزيل الشكر للرئيس تبون وللطاقم الطبي وللشعب الجزائري، لكن إلى متى يستمر هذا النوع من الشكر؟ نتابع أولا هذه الرسالة من هادي. سيد عبد المجيد تبون، جزيل الشكر لكم لمجهوداتكم الجبارة التي قدمتموها لوالدتي رحمة الغزواني، وباسمي واسم كل المغاربة تقدم لكم الشكر والامتنان. وشكرا جزيلا للشعب الجزائري والسلطة الجزائرية والرئيس الجمهورية الجزائرية والأمن الجزائري والطب الجزائري والكل الجزائري. لكن بالود المتبادل تودع رحمة وابنها الطاقم الطبي. لكن ما أن يظهر هادي في المغرب هذه المرة حتى يقول إنه قد ضحك على السياسيين الجزائريين، وإن شكره لسيادة الرئيس تبون قد تحول في الفيديو إلى عمي تبون، وإن منهم من استغل قضية أمه سياسيا. عاش الشعب الجزائري، الطيبوبة ديالو والحنان ديالو. بالحق تم استغلال الأم ديالي من طرف السياسيون العسكري الجزائري. عمي تبون هذا كاي واحد دري وجد الله بوبري منزلينها تما شعبي. ضحكت عليكم على هذيك السياسيون، اقسم بالله لا ضحكت عليكم. شفتي نتوما هذيك القرايه ديالكم وهذيك الدماغ اللي عندكم واللي كتسردوا واش تعملوها ولا ما تعملوهاش، هذا العبد الضعيف ضحكت عليكم. سبب مشاهدينا هذه المواقف المتناقضة هذا ما احتار فيه رواد مواقع التواصل. هنا مثلا قادر يقول: لم تنزل بعد من الطائرة، بدأت تشتم الجزائر. من وفر لك مجانا الأطباء والممرضين والوسائل والخدمات الطبية والسهرة والمتابعة الدقيقة لحالتها الصحية وسيارة الإسعاف ذهابا وإيابا إلى المطار، وكل هذا مجانا؟ هي الجزائر، هل هكذا تعاملون من ساعدكم؟ أما هنا محمد يستغلون الشجرة والحجرة لتلميع صورتهم والظهور بمظهر حمامة السلام. السيدة مسنة ومريضة، كل مرة يدخل عليها عشرات الصحفيين. قانون الطيران الدولي يرغم أي مطار باستقبال الطائرات في حالة الطوارئ. بن ربيحة يقول: لا أظن أن كل المغاربة مثله، وحتى هو هناك فرضية أنه قد تعرض لترهيب شديد أو إغراء ثمين للإدلاء بكلام عكس ما قاله قبل مغادرة الجزائر السخية. أما هنا بوشامي
هناك مرضى يعانون في صمت في كل ربوع الوطن، ولا واحد يسمع بهم ولم تقدم لهم طرف المساعدة. جاءت هذه السيدة الأقسام حولها، وفي الأخير النتيجة أن ابنهم نكر جميلكم وشتم الجيش. لما الجيش أمر بغلق الحدود كان عنده حق. إذن يعكس الجدل بشأن هذه القصة عمق الخلافات بين البلدين الجارين، ذلك على الرغم من وصف الملك محمد السادس العلاقات المغربية الجزائرية بالمستقرة في خطاب العرش الأخير، وبين أن بلاده تولي أهمية لروابط المحبة والصداقة بين الشعبين. طبعا ذلك بخلاف الموقف الرسمي الجزائري، فقد سبق إعلان الرئيس تبون أن العلاقة مع المغرب وصلت إلى نقطة لا عودة. تشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود على خلفية قضية الصحراء الغربية. تعتبر الحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994، كما أعربت الجزائر عن استيائها من تنامي العلاقات بين المغرب وإسرائيل، خاصة العلاقات الأمنية. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. استنوا إن شاء الله فيديوهات أكتر وأكتر عن دولة الجزائر. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.